السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم رغايف معمرين في الفران بأسهل طريقة، وكيخرجوا لنا كمية كتيرة، رائعين ناجحين مقرمشين من على برا ورطبين وهشاش من الداخل. بأسهل طريقة غادي نحضروا إن شاء الله كمية كتيرة، وبدوري غادي نشارك معكم جميع التفاصيل باش تجربوهم وينجحوا معكم. ما نطولش عليكم ونبداو على بركة الله. هنايا غادي نضيف الكاس الخامس ديال الدقيق الابيض او الفورس او الفرينه، 5 ديال الكيسان بالقياس ديال الكاس العنبه. هنا نص معلقه صغيره ديال الملح، وهنا عندي نصف خماره ديال الحلويات، خماره كتكون فيها 8 الغرامات. هنايا غادي نستعمل النصف ديالها اللي هو 4 ديال الغرامات، وعندي واحد المعلقه صغيره ديال الخل. صافي هادو هما المكونات. شوفوا التفاعل اللي تفاعلت ديك نص خميره الحلويات مع الخل، كتشوفوا معايا التفاعل ديالهم. وهنايا عندي كاس ديال الماء عادي من الصنبور. الكأس الأول ضفته كله، وهنا غادي نضيف الكأس الثاني شوية بشوية. بالنسبة للعجين راها ساهلة ما فيهاش تمارة. هنايا الكاس الأول كيف ما لاحظتوا معايا ضفته كله، والكاس الثاني أنا هنايا كيقدوني 2 ديال الكيسان في 500 غرام ديال الفورس اولا الدقيق الابيض. هنايا الكاس الثاني بقيت كنضيفو شويه بشويه حتى كملته كله. وهنايا باش يمتزوا لي المكونات ويعني العجينه شويه تمتزج مع بعضياتها، غادي ندلك غير واحد ليكه خفيفه، ما كنكثرش ليها الدليك، يعني كنحاول انني كنلمها اولا كنجمعها. صافي وغادي ندهنها بشويه ديال الزيت. انا هنا توفر عندي شويه ديال زيت الزيتون، دهنتها وغادي نغطيها بالسلوفان وغادي نخليها ترتاح. ما فيهاش خميره الخبز، يعني خليوها ترتاح اللي بغيتو حتى لساعه. انا خليتها غير نصف ساعه وتبارك الله تفاعلت. شوفوا معايا الشكل ديالها تبارك الله. مني كنخليوها ترتاح يعني بحال اللي كدلك راسها براسها. شوفوا معايا كتكون واحد العجينه اللي ناجحه ومطاطيه وما شاء الله كتكون زوينه البنات. الا ما كانش عندكم الوقت هكذا حضروها في الصباح وخليوها ترتاح تاخذ وقيته ديالتها. راه كل ما بقات يعني ارتاحت كل ما كيكون افضل. هنايا العجين ديالتي غادي كيف ما قلت لكم في البدايه غادي نحضروها باسهل طريقه. غادي نقسمها على 2 كويرات فقط، يعني ما كاينش بزاف ديال الكويرات اولا بزاف ديال التماره، وتبارك الله غادي نخرجوا كميه كثيره ديال الرغيفات. شوفوا معايا العجين تبارك الله مني شكلت على شكل كويره. هنايا شكلت 2 كويرات دهنتهم بالزيت وغلفتهم تاني بالسلوفان، وغادي نخليهم حتى نحضر الحشوه ديالي. دائما كنقول لكم الحشوه كتبقى اختياريه. هنايا عندي واحد شويه ديال الصدر ديال الدجاج، تقريبا واحد 200 غرام، اللي ضفت ليها واحد البصله مشلضه مع فص ديال الثوم، وغادي نخليهم شويه يتشحروا. هنا غادي نغطي عليهم باش ديك البصله تطلق ليا شويه الماء ديالها. وهنايا خديت واحد نص فلفله حمراء ونص فلفله خضراء حتى هما دوزتهم في الهاشوار. البصله في الاول هي وداك فص الثوم حتى هما دوزتهم في الهاشوار، يعني الهاشوار كتكون مهمه في هذه الحشوات. هنايا ضفت واحد شويه ديال الملح. صافي هنايا المكونات ديالي خاص ديك البصله والفلفله يطلقوا لي الماء فاش غادي يطيب الدجاج، حيت ما غاديش نضيف الماء نهائيا. ها هو تطلق لي الماء. كيف ما دائما كنقول لكم الحشوه كتبقى اختياريه وكل واحد وطريقته كيفاش يحضرها. وبالنسبة للتوابل عندي غير التحميرة وعندي اولا البابريكا، عندي القزبر يابس والكمون، هادشي اللي كنضيف انايا في الحشوات ديالي. وشويه ديال القزبر ومعدنوس اللي كان عندي في المجمد حتى هو ضفت منه شي شويه. كيف ما قلت لكم اللي توفر عندكم استعملوه، ما كاين حتى شي مشكل. هنا كنبقى نحرك المكونات ديالي. وهنا غادي نضيف واحد شويه ديال التوابل ديال الحوت اولا ديال السمك. صافي رشقات ليا وبغيت نبدل المذاق نرجعو ديال الحوت. واخا ضيفه انايا ضفت الدجاج ماشي مشكل. عندي واحد لهنايا غادي ندق الدجاج نشوف واش طاب ليا. وهنايا عندي واحد شويه ديال الكروفيت اولا القمرون اللي كان عندي في المجمد. علاش قلت لكم يعني بغيت نبدل المذاق ونرجعه بمذاق الحوت اولا مذاق السمك. وهنايا عندي واحد الحبه ديال الشعريه الصينيه ديال الروز اللي كنت ديجا دايرها في الماء حتى هي دوزتها في الهاشوار. وضفت واحد شويه ديال الهريسه اولا الفلفل الحار. صافي مع هذيك الحبه ديال الشعريه الصينيه اللي غادي تشرب ليا السوائل اللي غادي ينزل ليا الكروفات واللي غتطلق البصله. هذيك الحبه ديال الشعريه الصينيه الدور ديالها هي انها تشرب ليا السوائل باش الحشوه ديالتي تكون ناشفه وتجي بنينه. كل ما كانت ناشفه كل ما كانت لذيذه، حيت هذاك الماء اللي كيكون في الحشوه راه كيكون مميه وكيخليها تكون باسله. وهنا واحد شويه ديال صلصه الصوجا، يعني كيف ما قلت لكم اللي توفر ضيفوه.
اللي غادي تستافدوا من هاد الحشوه انني كنت في الاول غادي نديرها بالدجاج صافي وقلبتها حوت، حيت حتى هذاك الدجاج حتى هو كيتنكر وكيولي بحال مذاقه الحوت، حيت ضفت داك الكروفيت وداك التوابل ديال السمك. تما عندي واحد 40 غرام ديال الزبده المارغرين اللي درتها كدوب، وهنايا الحشوه ديالتي جاهزه. شوفوا معايا ما فيها حتى قطره الماء، الا كان الماء راه لا عجينه غادي تصدق لكم ولا حشوه. هنايا قسمت الحشوه ديالتي على 18 قطعه، حيت انا عارفه هاد المسمنات هادو غادي يخرجوا لي 18 رغيفه. هنا شوفوا معايا المسمنات ديالي ها هما ارتاحوا واحد شويه صافي، مباشره غادي نبدا نخدم بهم. كناخد الكويره الاولى. اعتمدوا البنات هاد العجين وهاد مازال الحشوه كتبقى كيف ما قلت لكم على حسب الذوق ديالكم. اعتمدوا الطريقه ديال العجين، وهاد الرغايف راه غادي نوفروا لكم وقت، غيوفروا لكم زعما الوقت دغيا كتحضروا. هنايا الكويره الاولى درتها على شكل مسمنه، دهنتها بشويه ديال الزبده صافي، وجمعتها على شكل مسمنه كيف ما دائما كنحضروا المسمن ديالها، غير هذه كتكون مسمنه كبيره. صافي خديت الثانيه، حطيت الاولى ترتاح، وخديت الثانيه اللي حتى هي دهنتها بشويه ديال الزبده. شوفوا تبارك الله هذيك 40 غرام ديال الزبده وشاط ليا منها. صافي هنايا كندهنها هكذا مزيان بالزبده، يعني كتبسطوها راه كتبسط بكل سهوله حيت العجينه مرتاحه. صافي هنايا شكلت المسمنات ديالي بجوج، ما كنخليهمش يرتاحوا، لمجرد كنسالي كنبدا بالاولى. هنايا كنبسطها مغليظه مرقيقه، يعني كتكون متوسطه. شوفوا معايا الشكل ديالها. غادي نحيد دوك الجوانب بهاد القطاعه ديال البيتزا، غير شي حاجه قليله غير باش يجيوني مقادين، وغادي نقسم العجين ديالي على 9 ديال الرغيفات. شوفوا معايا شحال ساهله. وهنايا الحشوه ديالي كيف ما قلت لكم قسمتها على 18 قطعه باش تجيني ساهله حتى في الخدمه. صافي كندير هنايا الحشوه ديالتي، راه جا واحد المزيج ما بين الكروفيت والدجاج، جات واحد المذاق البنات رائع. وهنايا ضفت لها شويه ديال الجبن المبشور، يعني لا توفر عندكم ما توفرش ماشي مشكل. صافي هنا كنشكل المسيمنه ديالي اولا الرغيفه بالطريقه التقليديه، الرغيفات اللي كنحضروا في الفران بهذا الشكل هذا كتحضروهم بكل سهوله. وفي هاد الاثناء كنت ديجا مشعله الفران، غادي نطيبهم في الفران ديال الغاز التيفولي، كنت مشعلاه من الاسفل ومن الفوق. صافي هنايا كنزينهم بهاد النص ديال الزيتونه الا بغيتو. هنايا دهنتهم ببيضه كامله مع شويه ديال صلصه الصوجا، وغادي نديرهم في الفران اللي يكون مجهد، يعني يكون سخون مزيان. من نديرهم في الفران نقص الفران ونخليهم يطيبوا على خاطرهم، الفران مشعول من الفوق ومن التحت. الطريقه ديال الطياب في الفرن الكهربائي بحال فرن الغاز. وهنا المسمنه الثانيه حتى هي كنشكلها بهذا الشكل هذا، وغادي نشكلها رغيفات. يعني عندي كل مسمنه عطاتني 9 ديال الرغيفات اللي كيكونوا الحجم ديالهم متوسط، كيجيو رائعين البنات، مقرمشين من على برا ورطبين وهجاش من الداخل، جاو لذاذ والحشوه جات بنينه بنينه ما نقول لكمش. غير التزموا بالطريقه ديال الطياب راها مهمه. كيف ما قلت لكم الفران يكون سخون مزيان، لا فرن الغاز ولا فرن الكهربائي. دخلوا الرغيفات ديالكم للفران ونقصوا العافيه وخليوهم يتقرمشوا ويتحمروا على خاطرهم، ما تجهدوش عليهم الفران. هنايا راه كنحلهم وهما ساخنين، ولكن راه جا فيهم واحد المذاق واحد التقرميشه ورطبين وهشاش من الداخل. التزموا بالطريقه ان شاء الله وغادي ينجحوا معكم تبارك الله. هذوك جوج مسمنات خرجوا ليا 18 رغيفه، وكيجي الشكل ديالهم زويون لا في الحطه لا في المنظر. كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اللي عجبكم ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم باللايكات ديالكم. ما تنسوش تبارطاجيو الوصفه مع احبابكم مع اصدقائكم لتعم الفائده. ما سخيتش بكم كيف ديما، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.